عسلامة الناس الكل، معاكم العميد عادل الجديدي مكلف بتقنية الاتصال بالإدارة العامة للديوانة. اليوم الموسم الصيفي على الأبواب، وبالتأكيد باش يكون موسم عودة لعديد من أفراد جاليتنا بالخارج، اللي بالمناسبة هذه نحييهم ونتمنى لهم رحلة بحرية ممتعة، خصوصا إذا كانوا قادمين بسياراتهم. رحلة على متن الباخرة من غير انتظار ومن غير صفوف طويلة ومن غير تعطيلات، فقط إذا نقوم بإجراء بسيط قبل يوم السفر، خدمة رخصتي لا دوموند دوتوريزاسيون دو فيكول، اللي باش نحكيو فيها اليوم مع أحد ضباط الديوانة اللي عندهم معرفة وخبرة بالعمل الميداني، العميد محمد بوستة. ترافقني اليوم في أول إبيزود دوان بودكاست بصفتك رئيس المكتب الحدودي للديوانة بحلق الواد الشمالي، المنفذ البحري المحوري للمسافرين ووسائل النقل في تونس. سي محمد، قبل ما ندخل في تفاصيل خدمة رخصتي، لو كان تعطينا في دقيقتين دور هذا المكتب في تسهيل حركة المسافرين وأبرز الاستعدادات والتحديات لموسم 2025. شكرا سي عادل. كما يعرفوا الأخوين الكل، معناها ميناء حلق الواد الشمالي هو يعتبر البوابة الرئيسية البحرية اللي من خلالها نستقبلوا أخواننا المواطنين المقيمين بالخارج. وكما العادة تسعى الإدارة العامة خلال كل سنة في إطار التحضير للموسم إلى تقييم الإنجازات اللي قمنا بها خلال السنة الفارطة والوقوف على مكامن النقص، وفي إطار مجهود متواصل لتحسين الإجراءات. نعطيه بعض الإحصائيات المتعلقة بعدد المسافرين والسيارات والبواخر خلال سنة 2024. عدد المسافرين وصولا قرابة 425 ألف مسافر، عند المغادرة 390 ألف مسافر. عدد السيارات اللي تعاملت معها مصالح الديوانة خلال سنة 2024 بلغ 175 ألف سيارة، وعند المغادرة قرابة 160 ألف سيارة، في مجموع رحلات بحرية ناهزت 555 رحلة. وأهم ما نجم نذكروه في هذا الإطار اللي خلال سنة 2024 نجحنا باش نقلصوا في فترة مكوث السيارات بالميناء، وخاصة السيارات اللي تم توجيهها إلى الرواق الأخضر، واللي بلغ معناها قرابة 15 دقيقة. والإدارة العامة 15 ديوانة دقيقة معناها سيت ان ريكورد معناها بالنسبة للسنوات الفارطة. هو معناها حيز زمني معناها معقول، ولكن احنا ديما ساعيين من خلال الإجراءات اللي باش نذكروها من بعد معناها في إطار التحضير ل 2025. شنو الإجراءات الجديدة اللي باش نقوموا بها باش نزيدوا نقلصوا في الحيز الزمني هذا؟ أبرز السعادات لسنة 2025 تتلخص في تعزيز الفرق الميدانية وتطوير تقنيات الاستهداف، معناها باش نعديوا أكثر سيارات إلى الرواق الأخضر. عنا باش نقوموا بتعميم إجراء تسليم رخصة الجولان على متن جميع البواخر بما فيها الأجنبية. تسعى الإدارة العامة كذلك إلى إطلاق خدمة التصريح الإلكتروني المسبق بالعملة الأجنبية الموردة، وإلى وضع منظومة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الوطنية ولا الدولية بمختلف قبضات الديوانة بالميناء لتسهيل العملية لفات المواطنين. وأبرز حاجة اللي نجموا معناها نحكيو عليها في الإطار هذا هو تطبيقة رخصتي، اللي هي باش تسهل لنا برشا الخدمة نتاع مصالح الديوانة وباش تسهل للمواطنين. بالفعل. سي محمد، خلينا نذكروا أولا شنو هي خدمة رخصتي وعليش هي خدمة مهمة. باش نفهموا أهمية خدمة رخصتي بشكل جيد لازمنا نقارنوها بالإجراء التقليدي اللي المعمول به حاليا، واللي هو يتمثل في ضرورة تعمير مطلب على مطبوعة إدارية ورقية، ويقدموا للأعوان الديوان المكلفين بدراسة نظام القبول المؤقت، ثم من بعد يقدموا للأعوان المكلفين برقم البيانات الخاصة بالمسافر وبوسيلة النقل على المنظومة الإعلامية. وبالطبيعة ذي تولد عليه معناها الصفوف على متن الباخرة في الليجيشية بطبيعة الحال. تعرف الوقت اللي يستغرقوا معناها تعمير المطبوعات والوقت اللي يستغرقوا الرقم نتاع المعطيات، معناها هذا هو يستغرق وقت. بالضبط. للتذكير، خدمة رخصتي متوفرة على موقع الويب للديوانة، ولكن ننصحكم بشدة تيليشارجيو لا فيرسيون موبيل عن طريق تطبيق سمارت ترافلر اللي تنجموا تلقاوها على الاب ستور ولا على جوجل بلاي،
لسبب وجيه، هو انه الخدمه رخصتي تنجم تشتغل على الهاتف الجوال حتى او مود اور كونيكسيون. على كل حال باش تلقاو تو لي ليان دو تيليشارجمون في الديسكريبسيون تاع البودكاست هذا. قبل ما نمشيو للديمونستراسيون، سي محمد شنو هما المميزات العمليه تاع السيرفيس رخصتي؟ بالنسبة لخدمة رخصتي، معناها الناس اللي باش تستعمل خدمة رخصتي باش يربحوا برشا وقت، باش يتفاداوا التعب والإرهاق والوقوف في طوابير الانتظار، ولأنه عندهم الفرصة باش يحضروا المعطيات الخاصة بهم وبوسيلة النقل نتاعهم في ديارهم وعلى راحتهم عبر التطبيق هذه المتاحة عليهم. بالتأكيد إذا نتعداو الديمونستراسيون. en fait il s'agit d'un court tutoriel pratique باش نعرفوا كيفاش نعملوا لا demande d'autorisation de circulation رخصتي اللي تشاهدوا فيها أمامكم. c'est un formulaire divisé en deux parties. المعطيات اللي تخص المستفيد لو بينيفيسيير والمعطيات اللي تهم وسيلة النقل. نقطة مهمة سي عادل نذكروا بها، الفوق في الديسكريبسيون ثم دليل معناه خاص يعاوننا خطوة بخطوة باش نجموا نعمروا المعطيات المطلوبة بكل سهولة. واضح. إذا نبداو par les informations du bénéficiaire. On va donc entrer le nom et le prénom كيما مكتوبين في الباسبور. On sélectionne la nationalité tunisienne ou étrangère. ومن بعد نحطوا رقم جواز سفر ورقم بطاقة التعريف الوطني. سي محمد اللي ما عندوش بطاقة تعريف وطنية، اللي ما عندوش بطاقة تعريف وطنية معناها يحط صفر وتتعدى معناها هي. ثم نختاروا الولاية في القائمة هذه اللي نشوفوا فيها، وعنوان الإقامة في تونس. لو كانت توضح لنا علاش الولاية وعنوان المستفيد. هو بالنسبة للولاية وعنوان المستفيد هو معناها يقوم بإدخالهم المعطيات هذه المسافر باش نحدوا مكتب الديوانة نتاع الإلحاق اللي نجم هو يواصل به الإجراءات نتاعو من بعد، اللي هو باش يتعامل معاه في تجديد رخصة الجولان اكسترا. طيب نتعداو للمعطيات الخاصة بالسيارة نتاعنا. المعطيات هذه باش ناخذوها من شهادة تسجيل نتاع الكرهبة، معناها الكارت غريز. وفي التوتوريال هذا اخترنا ان سبيسيمين نتاع السيرتيفيكات ديماتريكولاسيون اللي تشاهدوا فيه على الشاشة، وباش ناخذوا منه المعلومات اللي دايرة بالأحمر اللي هي باش ندرجوها في الفورمولير. نبداو بالماتريكول ومن بعد لو نيميرو دو شاسي، ونردوا بالنا وقت اللي نكتبوا النيميرو دو شاسي، وخاصة يلزمنا نفرقوا بين لي كاركتير كيما الصفر والأو اكزاكتومون. ثم التيب دينيرجي essence ديزل ولا اوتر، لا بويسانس فيسكال، ومن بعد لا سيلندري تاع الكهرباء. Ensuite, la marque du véhicule et le complément de marque du véhicule. La marque, c'est le constructeur, هي الدار. على سبيل المثال بيجو، رونو، voilà, كيما بيجو، رونو، فولكسواجن، etc. Le complément de marque, c'est le modèle spécifique. Par exemple, كيما Clio pour Renault, Golf pour Volkswagen. هوني donc on va sélectionner la marque du véhicule في la liste déroulante. بينما في le complément de marque on va entrer le complément de marque معناها بطريقة يدوية. Puis la couleur. واخيرا لا دات دو بروميير ميز اون سيركولاسيون نتاع الكهرباء. وهنا ما يلزمناش نخلطوا بين تاريخ الصنع وتاريخ اول اذن بالجولان. بطبيعة الحال هو تاريخ الاذن بالجولان هو اللي موجود على الكارت غريز، دونك هذا هو اللي باش نحطوه. حطينا المعلومات الكل. il ne reste plus qu'à cliquer sur la case je suis pas un robot. ومن بعد ننزلوا على البوتون envoyer، وكما تشوفوا un écran récapitulatif يظهر avec un code QR اللي نشوفوا فيه في الوسط. الكود QR هذايا هو اللي باش تقدموه لمصالح الديوانة على متن البواخر أو بالميناء باش يتم قراءته آليا وتضمين المعطيات الخاصة برخص الجولان على المنظومة الإعلامية لمصالح الديوان. دونك كما كنتوا تشوفوا سي توسي سامبل كو سا. تدرج المعطيات نتاعك، تعمل كابتور ديكران والا تتبع الكود كيو ار نتاعك، وفي البابور تقدم الكود للعوان الديوانه. عمليه سهله وما فماش علاش ما نقوموش بها. سي محمد بوسطة رئيس المكتب الحدودي للديوانه بحق الواد الشمالي، اخر كلمه توجهها للمسافرين. انا نقول استعملوا رخصتي
هي أسهل وأسرع طريقة باش تاخذوا رخصة جولان نتاعكم. اربحوا برشا وقت، أقل ستريس، أقل تعب، واستمتعوا بعطلتكم في تونس. طباط وأعوان الديوانة في ميناء حلق الواد وفي كافة المصالح الديوانية على ذمتكم وفي خدمتكم. شكرا للعميد محمد بوستة رئيس المكتب الحدودي للديوانة بحلق الواد الشمالي على هذه المعلومات القيمة، وشكر خاص لفريق الاتصال اللي يقف وراء العمل هذا. متابعينا الكرام، المعلومة مستمرة، كونوا في الموعد مع دوان بودكاست.